عليكم اعزائي الكرام، اعزائي الكرام. هذا الشيء اللي عطى الله الخوت منتخب الجزائر للسيدات يغادر الى الجزائر بعد الهزيمه المدويه امام مالاوي في نصف نهائي كاس افريقيا بالمغرب. المقابله اللي كانت كلها لصالح منتخب مالاوي، مفاجاه ديال الدوره اللي فاز على الجزائر بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد، ويتاهل لملاقاه الفائز في مقابله الكاميرون والمغرب. اكيد كلنا كمغاربه كنتمناو المنتخب المغربي يلعب النهائي امام مالاوي. منتخب مالاوي اللي دار مقابله كبيره امام منتخب الجزائر اللي بان جد ضعيف خلال هذه المقابله، وربما نقطه التحول كانت هو طرد المدافعه في بدايه المقابله، كنظن في الدقه 21 او 22، وربما كان شويه هذا الطرد هذا قاصح على المنتخب الجزائري اللي خلى الملاويات يخرجوا يهاجموا بكل ما اوتوا من قوه. في الشوط الثاني حتى الملاوي تم طرد لاعبه منهم، لكن الجزائريات ما استطاعوش انهم يرجعوا في النتيجه وانهزموا بثلاثه الاهداف لهدف واحد. فما هو سر الاهداف اللي كتلقاها المنتخبات الجزائريه ودائما تعادل الرقم 3؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع. منتخب الجزائر يتوقف مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم السيدات في دور نصف النهائي أمام منتخب ملاوي مفاجأة البطولة. بالفعل مفاجأة البطولة والحصان الأسود بعد صدارته للمجموعة الثالثة على حساب نيجيريا وعلى حساب زامبيا، مروره من دور الربع على حساب غانا والبطاقة المؤهلة للمونديال يحصدها بشكل مباشر. والنهارده تفوق على الدفاعات الجزائرية اللي كنا بنشيد بها في الماتشات السابقة، وبنقول ما يميز منتخب الجزائر هو الحالة الدفاعية القوية من خلال بطولة 2024 4 مباريات لم تهتز شباكه بأي أهداف، ومن خلال بطولة هذا العام النسخة السادسة عشر والأداء القوي في المجموعة وفي دور ربع نهائي ضد الكوت ديفوار. منتخب الجزائر استحق بالفعل الوصول لهذه المكانة. أداء كان راقي جدا وأداء عالي من لاعبات المنتخب الجزائري، قوة دفاعية ولعب على التحولات، لكن اصطدموا بمنافس قوي بدنيا وقوي تكتيكيا ومفاجأة للبطولة، بالإضافة كمان لقرارات التحكيم اللي جت في مباراة النهارده في زيد نعطيك حاجة معلومة. الشعب المغلوب عليه في العاصمة عنده صور داير به، حتى الأجنبي كي يجوز ما يشوفش تلك الصور. كي تدخل تشوف صور شباب، هذاك الصور مخدوم شباب كذا، فاهم، وتشوف النقاط تشوف كذا، تدخل مور الصور هذاك العبودية بأتم معنى كلمة أخويا. ناس تغيد نازم يقول لك ناس تغيد خو. كلفت أن أهاتف زميلي في المغرب ناصر بوريطة، فإلى يومنا هذا لم يتم الرد على مكالمتي. واش شريف لما نحن ما عندنا ما يدار اتصل بينا، حنا غادي نجي نجاوبوك، حنا عندنا خدمه خدامين ما جالسينش لك، واخا اتصل يومنا هذا ما غاديش نجاوبوك. وانتم الاخوه اللي اتصل بكم هذا واش غتجاوبوا ولا ما تجاوبوش؟ جاوبوني في التعليق. استغفر الله. المغرب تبني الملاعب وناس واقفين طابور لحد الان، تبني الملاعب والبنيه التحتيه والامور الايجابيه، ولكن في ناس واقفه طابور تنتظر الخبر السعيد متى ياتي. بالعكس كلنا داعمين للمغرب في كاس العالم اللي طبعا ننتظرها 2030 اذا الله اعطانا عمر، ولنا تغطيه خاصه كذلك لهذه البطوله ان شاء الله. فإذا ما هيش مملكة مغربية، لأنهم حتى التسمية سرقوها. لأن لما نتكلموا عن المغرب نحن كلنا مغاربة، تونس، ليبيا، الجزائر، نحن مغاربة. يعني لماذا هذه المملكة تسرق منا تسمية المغرب؟ وهانتوما الاخوان كتقولوا تنظلموا عليهم وطالقين عليهم، وها انتم دابا حنا المغاربه ولينا باغيين نسرقوا منكم اسميه المغرب. ايوا انتم شنو غتسميو راسكم؟ جزاء المغرب ولا جزاء المغرب ولا شنو غتسميو؟ الشعب الاخر ولا العالم الاخر يخرج عن السيطره بهذه التصريحات. هذا راه كيسميوه الصحفي عندهم، وخرج كيقول لك بان المغرب سرق منا الكلمه ديال المغرب. واش شنو غنديروا دابا مع هذا السيد هذا؟ السلام عليكم دري بخير
يعني بعدا لاباس. الفلوس ديال الفيسبوك ما ندوقوش معاكم ولا شنو؟ الفلوس ديال الفيسبوك ما ندوقوش. ديروا شي ابوني، بارطاجيو الفيديو، وديروا شرقوا الفيديو، شرقوه وديروا. والفلوس ديال الفيسبوك ما ندوقوش ولا شنو؟ حالات التحكيميه وتقنيه الفار كانت هي العامل المؤثر بشكل كبير جدا في مجريات اللقاء. طبعا يعني دي بتكون عوامل خارجه عن الاراده، لما يحصل نقص في عدد اللاعبات في الشوط الاول لمنتخب الجزائر، طبعا كان في نقص كمان لمنتخب ملاوي، وده اللي فتح المباراه في الشوط الثاني، وده اللي زود مزيد من الاهداف. لكن انا هترك الحكم لحضراتكم طبعا حول الحالات التحكيميه. شفت على السوشيال ميديا جدل ما بين مؤيد ومعارض للكارت الاحمر في صفوف منتخب الجزائر، للكارت الاحمر في صفوف منتخب ملاوي. احنا طبعا ما بنتكلمش كتير على الحالات التحكيميه، فالحكم للمتابعين، الحكم لكم في قسم التعليقات. على اي حال، بالنسبه لماتش النهارده، منتخب الجزائر كان عنده هدف من البطوله، الهدف الاسمى بالنسبه له هو حجز بطاقه مؤهله لكاس العالم لاول مره في تاريخه. بالفعل حصد هذه البطاقه بالفوز على منتخب الكوت ديفوار في دور الثمانيه، وتاهل الى كاس العالم في البرازيل 2027. منتخب الجزائر كان قد شارك في النسخه الماضيه وتوقف مشواره في دور الثمانيه، دور ربع النهائي، فكان لابد ان يحقق انجاز افضل. بالفعل حقق انجاز افضل هو الوصول لدور نصف النهائي، ولسه عنده ميداليه ترتيبيه هيلعبها مباراه الثالث والرابع، وده اللي هنكلمكم عنها في الجزء الثاني من الفيديو. اما فيما يخص مواجهه النهارده، اجهاد بدني ظهر على اللاعبات، ان اللاعبات تلعب 10 لاعبات ضد منتخب قوي زي منتخب ملاوي، كمان ده بالفعل اثر. منتخب ملاوي بالفعل كمان سجل ثنائيه في الشوط الاول، والحقيقه انصافا الحق يقال اهداف رائعه جدا سجلها منتخب ملاوي. قبل نهايه الشوط الاول كان في كارت احمر، وبالتالي خرج المنتخب الجزائري خسران 2-0 في الشوط الاول، ولكن 10 لاعبات ضد 10 لاعبات، وده كان ليه مفعول قوي في الشوط الثاني واثر بشكل قوي ايضا. حول منتخب الجزائر حالته الدفاعيه والتحولات اللي كان بيعملها في الشوط الاول الى ضغط عالي مكثف في الشوط الثاني، والى مبادره هجوميه، والى امتلاك للكره. بالفعل من خلال احد الهجمات استطاع انه يقلص النتيجه ويصل بالنتيجه الى 2-1، وكمان ضيعهم اكتر من فرصه واكتر من كره. ولكن من خلال التركيز الغائب شويه في الحلقه الدفاعيه، من خلال المساحات اللي ظهرت في نص الملعب، 10 لاعبات ضد 10 لاعبات، فالمساحات اصبحت شاسعه في نص الملعب، وبالتالي استطاع منتخب ملاوي من كره مرتده سريعه، وان اللاعبه المهاجمه تروح على مرمى وتسكن الكره الشباك في الدقيقه وتقريبا 75 مسجله الهدف الثالث. هدف كان يعني قلل الطموح، احبط اللاعبات. النتيجه وصلت 3-1 ولسه 10 دقائق او ربع ساعه، فبالتالي العزيمه قلت شويه، المجهود البدني قل، انهاك بدني كبير جدا على مدار او مشوار المنتخب الجزائري في البطوله، فما كانش عندهم القدره ان هم يرجعوا بالريمونتادا في النتيجه. ملاوي تفوز، ملاوي تمر الى النهائي لاول مره في تاريخها، مفاجاه البطوله الحقيقه. منتخب قوي جدا بدنيا